بنتي مراهقة، وبصراحة كنت بضربها جامد قوي وهي صغيرة عشان كنت خايفة عليها لا تغلط. دلوقتي هي كبرت وبتكرهني وعلى طول عصبية. اصحابها بيحبوها جدا والمدرسين بيحلفوا بأخلاقها، لدرجة اني ساعات بحس انهم بيتكلموا عن حد تاني غير بنتي اللي عايشة معانا. انا بطلت اضربها واعتذرت لها كذا مرة، بس هي لسه مش ناسية ومش راضية تسامحني. ازاي اخليها تعاملني كويس؟ الضرب يا جماعة للولاد وهم صغيرين متسمية في كتب علم النفس بنوع من أنواع إساءات الطفولة. إساءات الطفولة دي في منها حاجات بتعيش سنين، ومهما الواحد كبر مش بيعرف يتخطاها ولا ينساها غير لو اتعالج منها. ممكن أسأل سؤال؟ ليه نخلي ولادنا يعانوا نفسيا بالشكل ده؟ ليه احنا ما نجتهدش عشان نربيهم فيطلعوا أسوياء وعندهم صحة نفسية؟ ومعلش سامحيني، يعني ايه كنت بضربها عشان خايفة تغلط؟ هو مين ما بيغلطش؟ انا ما بغلطش، حضرتك ما بتغلطيش. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احنا البشر خطائين، خطائين مش بس في الذنوب، خطائين ان احنا بنغلط في حياتنا عشان نتعلم ونطلع بدروس مستفادة. ففكرة اني بضربها عشان مش عايزاها تغلط ولا خايفة عليها لا تغلط فكرة مش منطقية اصلا، ومش واقعية ومش صح. على فكرة أنا أهم دروس في حياتي اتعلمتها من أخطائي، مش وأنا قاعدة في التكييف وحد بينصحني. فلو سمحتي شيلي من دماغي خالص فكرة إني عايزة بنتي ما تغلطش، لأن ده في نوع من أنواع الظلم ليها. حضرتك بتقولي البنت بتكرهنا أنا وأبوها وعلى طول عصبية، ما طبعا منطقي جدا. إذا كانت بتتضرب جامد وهي صغيرة هتطلع تحبوكوا إزاي ولا هتبقى هادية نفسيا إزاي؟ وحضرتك أشرتي لنقطة خطيرة، بتقولي أصحابها والمدرسين بتوعها بيحبوها وبيحلفوا بأخلاقها. يعني بنتك أصلا شخصيتها جميلة وبتحبهم وبتتعامل معاهم كويس لأن هم بيحبوها وبيقدروها، بيشكروا فيها وما أساءوش إليها. حضرتك بتقولي بطلت أضربها واعتذرت ومش راضية تسامحني. أحيانا كتيرة الموضوع ده لما بيكون بالشدة دي بنحتاج نلجأ لمتخصص يساعدها بحاجة زي مثلا العلاج المعرفي السلوكي، إن هي تتخطى المرحلة دي من حياتها وتفرغ المشاعر السلبية والكبت اللي جواها بطريقة غير العصبية. مش معنى ان حضرتك اعتذرتي ان خلاص الموضوع بالنسبه لها تمام. حضرتك مش دوستي على رجليها بالغلط وانتي ماشيه، انتي كنتي بتضربيها جامد انتي وابوها، فاكيد الموضوع مأثر على نفسيتها جامد. وبالنسبه لسؤال حضرتك ازاي اخليها تعاملني كويس، تعالي نتفق بصراحة، الموضوع ده مش أولوية دلوقتي. الأولوية دلوقتي الصحة النفسية بتاعت بنت حضرتك، إننا نساعدها تتخطى وتحاول تنسى الضرب والإساءات اللي كانوا بيحصلوا لها وهي صغيرة. وبعد كده هنشوف موضوع المعاملة ده لو بنت حضرتك قدرت تتخطى اللي انتوا عملتوه فيها. رسالة لكل أم وأب بيضرب ابنه أو بنته، والله العظيم يا جماعة قسما بالله لو سمعتوا قد ايه الولاد والبنات المراهقين اللي اتضربوا في صغرهم تعبانين نفسيا وقلبهم موجوع، هتفكروا مليون مرة قبل ما تمدوا ايديكم على ابنكم ولا بنتكم. الضرب عواقبه على نفسية ولادكم سيئة جدا ومش بيتنسي، ومش موضوع ان انا اعتذر لها فخلاص بتسامحني. ومهما كبرت الالام والتشوهات اللي انتوا تسببتوا فيها وهي صغيرة مش بتنساها ولا بتتخطاها غير بصعوبة شديدة جدا. وبعدين تعالوا نتكلم بالعقل وبالمنطق، انتوا بتضربوا ولادكم ليه؟ الضرب مش وسيلة تربية ولا وسيلة تعليم لأي حاجة. والاهالي اللي لحد النهاردة بيضربوا ولادهم ما بيرجعوش يقولوا ولادي متربيين وبيسمعوا كلامي، بيقولوا ولادي عصبيين وبيعندوا معايا اكتر وعاملين لي مشاكل ملهاش اول من اخر. يبقى تعالوا نتفق ان الضرب مش بيعلم حاجة وبيكره ولادنا فينا على الفاضي. الضرب وسيلة استضعاف وتعذيب وتكوين شخصية ضعيفة أو شخصية متمردة بشكل كبير عليا وكرهاني أنا أمها، وبتخلي الواحد عنده مشاكل داخلية وعنده صراع داخلي، وممكن يدخل في علاقات عاطفية مع ناس تسيء ليه ومش هيعرف يقف في وشهم، لأن باباه ومامته اللي هم المفروض أكتر ناس بيحبوه في الدنيا كانوا بيضربوه جامد قوي. يبقى عادي جدا إن حد يحبني ويضربني برضه، وأنا متأكدة واثقة مليون في المية إن ولا حضرتك ولا أي أم وأب بيضربوا ولادهم عايزين المصير ده ليهم. طب أعمل إيه؟ لو سمحتي النهاردة قبل بكرة تحاولي توديها المتخصصة دارسة وموثوقة، يمكن تساعدها وتقدر تخليها تتخطى اللي انتوا عملتوه فيها وهي صغيرة. سلام عليكم.